السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. رجعنا بحلقة أخرى ونبداها من عند القطط مثل ما تشوفونهم. شوفوا البط، يدي يسوي لمسة يد وياها طبعا. ورجعت لكم بعد ما كملت بيت البطات. طبعا وسعته مثل ما قلت لكم. هنا كان كله مايات وحالات مثل ما تشوفون، قطية موتة من البرد، ففتحت هذا السياج من هنا وجبته سويته من هنا هالشكل. صار بابهم من هناك، بابهم مثل ما تشوفون. هسه هم بالمكان اللي يابس رايحين. هذا المكان كله يابس مثل ما تشوفون، ماكو لا صيانات ولا مايات ما تصير هنا. مكيفين على مكانهم الجديد. شوفوا مكانهم القديم شلون، هنا احسن مثل ما تشوفون. هاي القطط. وهنا رجعنا ويا الأرانب نعطيهم أكل. طبعا جوعانين. هذا خبز، نعطيهم خبز. أول شي ناخذ شوية خبز. نفتح الباب ونزت لهم جوا ياكلون. أيضا نجي ناخذ خبز ونزت لهم ياكلون. هذا أيضا خبز. بقى هذا شوية ناخذ نعطيهم ياكلون. طبعا مكان نظفناه بالحلقة السابقة مثل ما تعرفون، أو بالحلقة الثانية نظفنا مكانه. هاي أكلهم وشربهم. الأول أيضا عندهم يمكن عندهم أكل وشرب. نجي الكتاكيت أيضا هم نعطيهم أكل وشرب. هذا التمن وهذا الماء مالتهم، بس ننظفهم من هذا الوسخ نعطيهم. كمية بسيطة يعني نعطيتهم أنا. بس نفتح الباب. وهنا مثل ما تشوفون انطيتهم وجبتهم الصباحية اللي هو عبارة مثل ما اتفقنا عن أكل منزلي هم ياكلون. وتشوفون بيتهم مش قد وسخ، كله صيانات وماي، فهم يبردون خطية لأن الأرضية كلها مايات ورطوبة، فما زين عليهم. وهنا قلت راح أحاول مكانهم أو أوسع مكانهم هيج الزاوية اللي هناك مثل ما تشوفونها. قلت راح أخلي السياج من غادي أكبر مكانهم. وهاي الدنقل تشوفون هاي بلوكات من هنا راح أسحب للحائط، أقطع مكان هذا كله، هذا المايات كله أقطعه وراح أسويها مرتبة إن شاء الله. فإذا هسه راح أبدي أباشر بالتنظيفات اللي بهيج الزاوية. أشيل الأحجار والأوساخ أزته بصفحة وأرتب المكان ونظف الأرضية. انتظروني إن شاء الله. بعد ما راح أكمل إن شاء الله. طبعا ما راح أصور الشغل
راح تشوفونها بالكواليس، راح اشتغل، راح تشوفونها بعد التصوير ان شاء الله بعد ما اكمل. مثل ما تشوفون البطات بمكانهم الجديد، شوفوا شلون فرحانين متونسين. اذا لحد هنا نقول لكم انتهت حلقتنا بالنسبة لليوم. انتظرونا بالحلقة الجاية ان شاء الله، ولا تنسونا باللايك والاشتراك. في امان الله.